السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة انا هقدمكم لكم طبخة بسيطة وجميلة من مطبخنا. هي عبارة عن رز وملوخية وبطاطس. كل البيوت بتحبها وكلها معروفة، بتشرفك في العزومات وفي اي مكان، مفيش اختلاف عليها تمام. اول حاجة هنسلق اللحمة. طبعا سلقناه، حطيناها تتسلق يعني. بعدها هنجهز بقى خضار البطاطس. البطاطس الصينية، جبنا كام طماطماية عندك كده، قطعناهم وضربناهم في الخلاط وحطينا عليهم فلفل، قرن فلفل حامي. بعدها جبنا بصلاية كبيرة كده حلوة، قشرناها كويس ومسكناها. هنمسكها انا اقطعها في الصينيه. طبعا مش هنقطعها حاجات بسيطه، خرط صغيره، لا، انا اقطعها كان ممكن تقطعيها دواير بسيطه، وممكن يا حبايب قلبي تقطعوها زي ما انا بقطعها كده، يعني مفيش اي حاجه، مفيش اختلاف يعني. بس مش هنقطعها صغيره، هنقطعها قطع كبيره كده علشان ممكن تبقى بحجم البطاطسايه كده او اقل يعني. طبعا هنحط الطاسة على النار، هنحط الزيت وهنحط عليها البصل. وهنحط حبة فلفل اسود وملح وتوابل كده على البصل عشان ريحتها ما تبقاش مش لطيفة. هنحط حتة سمنة، هنضيف حتة سمنة طبعا للزيت وللبصل. هنقلبها كويس لحد ما تدبل معانا. حبايب قلبي، ما تنسوش تعملوا لي لايك ومتابعه ومشاركه للفيديو عشان الكل يشوف الفيديو. تعملوا لي متابعه لقناتي وتسيبوا لي تعليق واذكري فيه الله او صلوا على النبي. بس اهم حاجه يا حبايب قلبي، ما تنسوش تعملوا لي لايك ومتابعه للقناه علشان الكل يشوف الفيديو. طبعا هنا سايبه البصله بتتبل، تتبل كويس على النار. بعدها هقلبها كام تقليبه كده. بعدها طبعا هبدأ بقى اجيب التوابل اللي احطها اضيفها على البصل. عبارة عن انا عندي توابل طبعا قلت لكم عليها قبل كده، مخلطة على بعضها: فلفل اسود، كمون، كزبرة مطحونة، بابريكا، وحاجات كده. ضفتها، وضفت قرن فلفل اخضر حامي لو مش عايزه تضيفيه خلاص، لو مستغنيه عنه تمام. انا هنا حبايبي بجيب البطاطس بعد ما بقطعها، بجيبها وبضيفها على البصل، مش بحط الصلصه الاول، لا، بجيب البطاطس واضيفها على البصل والفلفل واقلبها، اديها تقلبتين كده. ده بتبقى افضل واسرع في الطيبان. بعد كده لما بتضيفي بقى الطماطم الحاجات دي بتبقى اسرع. ضفت طبعا 3 فصوص توم كانوا مطحونين متقطعين. بعدها ضفت الصلصة، حطيت طبعا، هبدأ اتبل الصلصة، حطيت حبة ملح، احط طبعا الملح والتوابل بتاعتي، اقلبها كويس واشوفها لو محتاجة مية او محتاجة شوربة بضيف لها عادي. بعد كده بعد ما تبلتها وظبطت لها ملحها غطيتها تستوي تاخد سواها. ده طبعا كانت خلاص طابت يا اخواتي. انا بقى هبدأ اعمل الرز بالشعرية. كلنا طبعا عارفينه، كلنا كل الامهات المصريه في البيوت المصريه بتعرف تعمله، بتعمله جميل كمان. طبعا جبت حله حطيتها على النار، ضفت زيت وحطيت برضو قطعه سمنه. بعدها حطيت الشعريه، هبدا اقلبها طبعا لحد ما لونها يغير. جماعه الشعريه ليها رده تاني. اللي ده طبعا ما كانش افضل حاجه فمش مبينه قوي. طبعا كنت غاسله الرز وحطيته يتصفى ومجهزاه يعني. حطيته على الشعريه وبدات اقلب فيه كويس. ايديكي ما تغفلش عنه عشان ما يتحرقش او يتلسع منك. طبعا جبت طبعا جهزت الشوربه، ضفت الشوربه ليه طبعا. حاولي تبقى الشوربه عاليه عن الرز بمقدار علقه صباع، وتبلته ملح ومرقه ماجي وغطيته لحد ما يستوي. طبعا هنا بدات احضر الملوخيه. جبت شوربه، خليتها كانت سخنه طبعا وكانت مغليه وكنت متبلاها كويس. بدات احط بقى طبعا الملوخيه، قلبتها. طبعا الملوخيه مش بتغلي يا جماعه، الملوخيه كده اول ما بتبدا تسخن خلاص ابدا طبعا اعمل الطشه بتاعتها. جبت طبق طبعا ألمونيوم طبعا يا جماعة، عندنا كلنا في كل بيوتنا طبعا.
بدأت طبعا حطيت سمنة وزيت برضو. اجيب طبعا الثوم المهروس، حطيته، بدأت اقلب بقى لحد ما ياخد لون ويغير معايا لونه، يبقى اللون الذهبي كده. متنسوش يا حبايبي تعملوا لي لايك ومتابعة للقناة، لايك يا جماعة ومتابعة للقناة بالله عليكم، فرحوني واعملوا لي لايك ومتابعة للقناة. اشتركوا في قناتي وسيبوا لي تعليق واي حاجة عايزين تعملوها او جربتوها من وصفاتي يا ريت تعرفوني. والحاجة اللي انتوا عايزين اعملها لكم بقى في المرات الجاية يا ريت تبلغوني بيها وتسيبوها لي في الكومنتات. طبعا هنا بدأت طبعا لون التومة يغير طبعا. هشيلها كده. طشيت بقى بالملوخية وهرجع طبعا احط زي ما انتوا شايفين. طبعا من غير شهقة ولا حاجة يا جماعة. بعدها رحت بقى فضيت شوية ملوخية تاني في طبق لما ما كانت تشرب ورجعتهم تاني للحلة. وطبعا ده الشكل النهائي يا جماعة للأكلة، بالهنا والشفا على قلبي وقلبكم. متنسوش تشتركوا في القناة يا جماعة. باي.